طيب بما اننا الحلقه دي في مكان كله بتاع تكنولوجيا، فخلونا نبدا الانترو بجهاز تكنولوجيا. طبعا معظم الناس عارفه ان دريم 2000 دلوقتي بتحتفل بعيد ميلادها ال 23، وعيد ميلادها على فكره جايه مع عيد ميلادي في شهر 8. طبعا ناس كتير جدا اتكلمت على اللي حاصل هنا، ولكن احنا في الحلقه دي هناخدكم التفاصيل. خليني اقول لكم اللي حاصل الاول. ناس كتير جدا اتكلمت فيه ان دريم 2000 عاملين عروض على 5 سنين قسط من غير مقدم ومن غير فوائد، ان هم عاملين خصومات بتوصل لحد 70%، كمان عاملين سحب لكل الناس اللي هتشتري اخر الشهر في اكتر من 50 فايز هيكسبوا 14 برو ماكس، هيكسبوا اكسسوارز سواء ساعات ايربود، هيكسبوا لابتوب، وهيكسبوا سكوتر زي ده. خلي لكم ان بالحاجات اللي بتحصل دي انت ممكن مثلا سكوتر زي ده تشتريه بحوالي 200 300 جنيه في الشهر. البلاي ستيشن اللي كانت كل الناس بتقول عليه غالي جدا بحوالي 500 جنيه في الشهر. اللي عايز يفتح استوديو بقى، اللي عايز يشتري لابتوب عشان شغله، تتكلم في حاجات ممكن 1000 جنيه و500 جنيه و700 جنيه، اللي هو تقريبا انت هتبقى شاريه ببلاش، لان لو شغلك او حاجه انت هتعوضها. ولكن غير بقى كل اللي اتقال، دريم 2000 دلوقتي عندهم حاجات كتير جدا جديده. تعالوا نخش الى دريم 2000 ونشوف ايه اللي بيحصل في عيد ميلاد مختلف جدا. خليكم معايا. دايما بحب اروح للحاجات اللي فيها خدمه وفيها افاده مباشره للناس، وده اللي مخليني مبسوط بفكره عيد الميلاد هنا. طبعا كل الناس سمعت عنه، لكن اللي ما سمعوش عنه ان في تفاصيل كتير وعروض كتير قوي موجوده يمكن ما يعرفوهاش. هيكون معانا ماجد محمد. ازيك يا ماجد؟ ازي حضرتك؟ الاخبار ماجد؟ وكمان هيبقى في حد من زمايله هيشرحوا لنا بالتفصيل ايه الحاجات اللي موجوده هنا، لان في تفاصيل كتير انتوا لسه ما تعرفوهاش وحاجات كتير موجوده انتوا ما تعرفوش. ولكن اشهر حاجه في عيد الميلاد، ودي اللي بسطاني جدا، انك تقريبا ممكن تشتري حاجتك من غير ما تحس انك اصلا دفعت فلوس. ليه؟ مثلا جهاز زي البلاي ستيشن ده، الجهاز ده انت بنظام الاشهر اللي هو نظام التقسيط على 60 شهر من غير فوائد ومن غير مقدم، فانت هتدفع تقريبا 500 جنيه في الشهر فيه. طيب ال 500 جنيه دول في ناس كتير جدا بتلعب بلاي ستيشن باكتر من 500 جنيه في الشهر، فهم كده تقريبا اشتروا الجهاز وما دفعوش حاجه. في ناس محتاجه بتستخدمه كشغل او بتعمل مثلا مكان للبلاي ستيشن، فال 500 جنيه دول تقريبا هيخشوا لك في يومين او في يومين ثلاثه بالمتوسط يعني، فانت كده تعتبر ما دفعتش حاجه. لابتوب مثلا زي ده انا اعرف اصحابي واقفين ان هم محتاجين لابتوب زي ده عشان يشتغلوا. ده لابتوب جيمنج، لابتوب قوي جدا ينفع تستخدمه في الشغل وفي تفاصيل كتير جدا. ده تقريبا قسطه هيبقى في الشهر حوالي 600 جنيه، اللي هو حرفيا ما يجيش 10 او 20% من الشغل اللي انت هتعمله بيه. طبعا الموبايل ده واحد من اكتر الموبايلات اللي بتتباع في مصر، الجالاكسي الاي 24 ده هيبقى بحوالي 160 جنيه في الشهر. فيعني في فعلا هتحس انك ما دفعتش حاجه تقريبا. ولكن تفاصيل بقى الحاجات مختلفه شويه. تعال نخش لجوه المكان. طبعا احنا هنا واقفين في المكان بتاع اللابتوب عشان الناس اللي حابه تشتغل، فتقريبا كل حاجه لللابتوب موجوده هنا. بالظبط. احنا طبعا عندنا كل اكسسوارات اللابتوب او كل استخدامات الحاجات اللي ممكن نحتاجها لللابتوب، من اول الشنط طبعا للهيدفونز للماوسات الكيبوردات. حتى لو انت بتشتغل على بي سي، احنا برضو عندنا كيبوردات برضو للبي سي. طيب خليني كمان اقول لكم، واحنا بنتكلم من ضمن العروض اللي موجوده هنا ان في انظمه تقسيط على 24 شهر بخصم 5% كمان، يعني تاخد خصم على عندنا بالظبط البنك الاهلي بنقسط 24 شهر، وبناخد كمان نقدر ناخد خصم 5% من توتال، غير فوائد، من غير مصاريف اداريه، من غير اي حاجه. بالظبط كده اهو. طيب عظيم. طبعا بقى للجيمنج عندنا طبعا البلاي ستيشن. طبعا ما عندناش بس البلاي ستيشن بس، لا احنا عندنا جيو ستيك كمان سكند مثلا، لان البلاي ستيشن بيجيب بجيو ستيك واحد. عندنا في ار، عندنا السيديهات طبعا كلها، لان انت طبعا كل الالعاب اللي ممكن تستخدمها للبلاي ستيشن. في فيفا 23، في جود اوف 4، كول اوف ديوتي، العاب طبعا كتير لكل مستخدمين البلاي ستيشن. يعني كل حاجه بتهيألي ممكن تكون انت محتاجها هتقدر تاخدها من عندنا، وممكن تاخد الباكج كامل. يعني احنا بنتكلم في بلاي ستيشن مثلا على 60 شهر ندفع 500 جنيه. احنا لو ضفنا الجراب مثلا او سوري ضفنا الجيو ستيك مثلا بالظبط او سي دي والكلام دوت، يعني ممكن تدفع حوالي 20 جنيه او 30 جنيه زياده بس فوق سعر البلاي ستيشن. تحفه. بالظبط كده. طبعا احنا عندنا كل استلزاماتها ممكن الشخص يستخدمها. طبعا عندنا هنا اهوت قسم الهواوي وموبايلات هواوي. عندنا كل البراندات بتاعت هواوي، من اول طبعا الواتش، سمارت واتش، الموبايلات. بنخاطب كل الفئات السعريه. يعني مش شرط معاك فلوس قليله او كتيره، تقدر طبعا تشتري من عندنا وتستفاد
بكل العروض. عندنا طبعا الموبايلات طبعا بتبدا من مثلا 5000 جنيه مثلا. طبعا احنا بنتكلم على السعر دوت من غير ما نحسبهم طبعا على 60 شهر. حسبناش على 60 شهر مثلا 5000 جنيه دول هتلاقيهم مثلا حوالي 200 جنيه مثلا او اقل طبعا بكتير، لان احنا حسبناها على الموبايل مثلا 8000 جنيه حوالي 160 جنيه، 5000 جنيه حوالي مثلا 75 جنيه في الشهر. 75 جنيه بالظبط كده اهو. عندنا طبعا برضو سماعات هواوي، برضو عندنا سمارت ووتش، تابلت. طبعا احنا في ناس كتير بتدور على تابلت الفتره اللي فاتت ديت. احنا عندنا تابلت طبعا، عندنا تشكيله كبيره جدا، ده جزء بسيط منها. طبعا هنروح الناحيه الثانيه او عند مثلا انت عارف بقى دلوقتي الصيف، فبس خلينا ناخد الجزء ده الاولاني. طبعا عندنا هنا اهوت جميع الموبايلات طبعا سامسونج جالاكسي، من الاي 04 اس او اي 04 لحد مثلا اس 23 الترا، وفي دلوقتي في الزد فولد 5 سوري نزل، ده برده متاح عندنا اهوت. وبتقدر تقسط طبعا بكذا طريقه سهله وبسيطه. عندنا اكتر من حوالي 10 او 12 طريقه تقسيط، كل الطرق متاحه من خلالنا. طبعا كمان برده لو بتشتري كاش انت بتاخد خصم برده على الكاش، يعني مش شرط عشان هتقسط فتستفاد بطرق القسط بس، لا انت لو هتدفع كاش، في ناس معاش مثلا او مش بتحب تقسط، لا احنا كمان نعمل لك خصم على الكاش عندنا اهو. انت كل ده لحد اخر شهر 8 بالظبط، اللي هو عيد الميلاد بالظبط. لو دخلنا مش مع عيد ميلادي، لو دخلنا طبعا هنا اهو ده قسم السماعات الايربودز. بالظبط، ده قسم الايربودز. عندنا برضو الايربودز بتبدا من 800 جنيه لحد طبعا 7000 جنيه. ده كاش؟ ايه 800 جنيه ده كاش طبعا عندنا طبعا في حاجات برضه. الايربودز دي ممكن تقسطها مثلا بحوالي 30 جنيه في الشهر يمكن او حاجه، بالظبط. صح؟ بالظبط، حسبناها طبعا هنلاقي 30 يمكن جنيه اقل مثلا. بالظبط كده، ممكن تلاقي اقل كمان. لا 800 جنيه دي مش هتطلع ممكن تطلع ب 7 جنيه ولا حاجه يعني. طبعا برضه هنا بقى حاجه الصيف السماعات والحاجات دي. كلنا طبعا بنطلع الساحل فبرضه بنخاطب برضه كل الفئات في حته السماعه. بنبدا برضو عندنا جي بي ال، عندنا شاومي، عندنا كل البراندات بتاعت السماعات بتبدا من 500 جنيه لحد طبعا 50000 جنيه طبعا السماعات ديت، وبرضو نفس طرق التقسيط. عندنا طبعا قسم السمارت ووتش زي ما وضحت لحضرتك، برضو عندنا بنخاطب كل الفئات برضو السعريه. عندنا سمارت ووتش من اول 1800 جنيه او 1700 جنيه. عندنا سمارت باند، عندنا الواتش هواوي، عندنا كذا براند للواتش. يعني زي ما وضحت لحضرتك احنا بنخاطب كل الفئات، وعندكم كمان الاكسسوارز بتاعتها وكل الاكسسوارز طبعا بتاعت السمارت واتش. حلوه قوي. الاسترابات بتاعتها طبعا كل ده التقسيط بسيط جدا. في عندنا برضو حاجات كتير وافكار كتير. طبعا عيد ميلاد دريم طبعا بنحتفل بيه وبنقدم خصومات للعملاء. عندنا كمان خصم بيوصل لحد 70%. وعندنا السحب، عندنا سحب طبعا دوت هيبقى اخر الشهر ان شاء الله. زي ما حضرتك عارف طبعا ان السحب دوت هيبقى عشوائي. يبقى طبعا هيعملوا سحب لكل العملاء، واللي هيكسب معانا ان شاء الله مبارك ليه يعني، وهو سحب كويس يعني. عندنا طبعا بقى سماعات كمان قويه جدا. عندنا يعني بارتي بوكس 3 دي من السماعات القويه جدا. برضو تقسيطها بسيط جدا، حوالي 27000 جنيه لو قسطناهم برضو حسبناهم في الشهر على 60 شهر هتلاقي طبعا مبلغ بسيط جدا. عندنا بس هي غاليه جدا. تعالى نخش يعني ده المجانين السماعات ماشي. بالظبط، كل واحد يعني ايوه طبعا كل الحاجات دي بيبقى ليها زبونها يعني. بالظبط. عندنا برضو هنا هوت القسم برضو هنا مش موبايلات بس، لا عندنا برضو وايرلس تشارجر سامسونج مثلا، عندنا التابلت. طيب احنا كده خلصنا معظم حاجه الساعات، السماعات، الموبايلات، اللابتوب والجيمنج كمان. بالظبط. بس لسه كمان جوه في حاجات كتير بقى. احنا هتلاقوا في اير فراير، هتلاقوا في اللي عايزين كاميرات كمان، فلسه في تفاصيل كتير. بالظبط. انا بشكرك يا ماجد حبيبي، وهنكمل مع بقيه الزمايل عشان في تفاصيل تانية جوه. شكرا ليك. خليكم معانا بقى، لسه هنخش على حاجات تانية. يلا بينا. يلا خلونا نكمل بقى مع محمد محمود. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. محمد هياخدنا في جوله في باقي المكان اللي فيه تفاصيل كتير، وبس قبل ما نخش نوريكم الكاميرات واير فراير وحاجات كتير جوه. كان عاجبه السماعات. هو الحلو هنا كمان انتوا عاملين كل الشركات تقريبا موجوده يعني بالظبط كده. وعاملين منظمين كل شركه بالبارتيشن بتاعها. تمام. في عندي حاجه اسمها R50i.
دي سماعه ممتازه جدا في البادجت بتاعها اللي هو بتتكلم في رينج ال 1200. فدي معايا في الميوزك يعتبر فيها عازل، حرفيا فيها عازل. الميوزك بتاعها كويس جدا. في المكالمات كبادجت بتاعها هيبقى ممتاز جدا مع العملاء، العميل هيقدر يتكلم، اللي هيبقى سامعه كويس، حتى لو في وسط زحمه او حاجه زي كده هتبقى برده كويسه مع العملاء. طيب حلو. مش ناس كتير بقى عارفه ان انتوا ضفتوا مؤخرا بارتيشن للكاميرات البروفيشنال كمان. بالظبط. عندنا طبعا الكاميرات اللي هي ال 4000 دي لو حد عنده فرح اللي هو الافراح الكلام ده كله يقدر هو يجي يشتري الكاميرات. هتقدر هي تبقى كويسه جدا معاه في الافراح، تبقى كويسه جدا معاه. ممتاز. عندكم هنا بقى طبعا حاجات الجيمنج الكبيره، في حاجات الجيمنج الجي بي ال ده معانا. يعني الحاجات الجيمنج دي لو هو حد عنده بلاي ستيشن زي ما الاستاذ زميلي كان موضح، البلاي ستيشن ده يقدر ياخدها يسمع بيها الالعاب بتاعته تبقى معاه كويسه. كويس قوي. طيب ده برضو بارتيشن مهم قوي. بارتيشن طبعا كاميرات مراقبه امان. ده سيستم يعني عندي الكاميرات اللي هي بتاعت الواي فاي، مش هحتاج بقى ان انا اجيب هارد دي في ار واوصل، لا ده عن طريق كارت الميموري بيسجل، بيبقى ابطو معايا لحد 128 جيجا. عندي اللي هي الكاميرا دي هتبقى قسطها هتبقى ب 1000 جنيه، ونقدر ان احنا نقسطها كمان على 60 شهر. يعني طبعا ودي فيها انك تقدر تتكلم، تقدر فيها سمارت كل حاجه، نقدر نتكلم منها، نكلم اللي واقف لي على الشخص بره، اعرف مين اللي واقف، اقدر اتحدث معاه. فيها ذاكره 128 جيجا، اقدر اسجل عليها اي حاجه. في اي يعني مراقبه ان انا اتحكم فيها عن طريق الموبايل عن طريق الواي فاي ب 1000 جنيه بس. عشان ما اعرفش اسعار الحاجات دي، ما اعرفش يعني، بس ده حلو بالنسبه لي. تمام. وعندنا هنا انتوا كمان عندكم الحاجات دي بتاعت شاومي اللي هي المنتجات الذكيه القلايه طبعا. عندي حاجه زي القلايه دي ما بتستخدمش بقى زي التصات اللي هي زي دي بيعتبر نقطتين زيت بس. نقدر ان احنا نسوي اي حاجه احنا محتاجينها نسويها. تمام. وعندنا هنا كمان بقيه بقى الموبايل، في طبعا اجهزه الراوتر كلها طبعا. في طبعا راوتر وفي اكسس بوينت عندي. في حاجه اسمها ماي فاي، لو انا متجول في اي مكان همشي اقدر استخدم الماي فاي ده معايا واحط فيه الشريحه. كل الحاجات دي موجوده في نظام في كل انظمه التقسيط طبعا. طبعا. تمام. تعالى بقى نخش على اللي انا بدات بيه الحلقه، السكوتر، عشان ده بقى ترند بين الشباب دلوقتي وكل طبعا. الناس تقريبا بتفكر تشتريه، فبرضه عايزين ندي نبذه للناس عن الانواع وعن الاسعار. تمام. ده عندي سكوتر تبع شاومي، برضه بيمشي معايا 45 كيلو. البطاريه بتاعته ده كهرباء مش شاحن، بس مش شاحن، حوالي 4 ساعات يديني اللي هو 100% بتاعه. حلو. اقدر امشي بيه 45 كيلو. السرعه برضو بتاعته 45، كل 45 كيلو اقدر ان انا اشحن البتاع. طبعا 45 كيلو دي حاجه كبيره مش قليله على السكوتر بالذات. طبعا. بس وانت لو يعني ده تقريبا القسط اللي انت هتدفعه انت هتشيله من المواصلات تقريبا بالظبط كده. يعني احنا يعني لو الشغل جنب البيت مثلا والطريق ظريف فده هيبقى كويس جدا طبعا. طبعا. تعالى طيب ورينا. عندكم كمان هنا الشواحن، وعندنا عندي طبعا شواحن برضو 5 حاجات فاست الشارجر، حاجات شحن سريع طبعا بتدعم الشحن السريع. حاجه ان كل حاجه في منها كل الاشكال والانواع بالظبط، والالوان وكل الحاجات. موبايل من اول 65 واط بينزل معايا لحد اقل موبايل عندي اقدر ان انا اديله الشاحن الاصلي بتاعه. تمام. وهنا عندنا ايه؟ عندي اللي هو الماكسيف ده بيشحن عن طريق عن طريق الوايرلس. موبايلات ايفون السوكت فيه مشكله، العميل بره وعايز شاحن بيروح موصل ده على طول على الماكسيف ويشحن معاه على طول. اشكرك يا محمد، واشكرك على كل المعلومات اللي اديتها لنا. شكرا ليك. زي ما قلت لكم انا واحد بحب دايما القسط. ليه؟ لان هو بيسهل حياه ناس كتير جدا. مشاريع كتير جدا ممكن تبقى واقفه على حاجه، افكار كتير جدا ممكن تبقى حابب تعملها وعطلان على حاجه، والتكنولوجيا النهارده بقت هي اساس حياتنا. فان احنا نلاقي تسهيلات للاجهزه التكنولوجيه بالتفاصيل دي، لا دي حاجه فعلا قويه وحاجه تسهل حياه ناس كتير جدا. انا شخصيا اصحابي كتير جدا عندهم مشروع او عندهم فكره او عندهم حاجه بتبقى عطلانه على حاجه زي دي. فيا رب نكون قدمنا حاجه فادتكم، وتابعونا دايما على التلفزيون اليوم السابع. دي كانت حلقه جديده كان معاكم فيها حسن مجدي، برنامج بيني وبينك. شكرا لكم على المتابعه.